السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم العنقباري بعد رحلة العشق، رحلة الأربعين، رحلة جدا جميلة. كنت جدا مستمتع بهذه الرحلة. كنت وأنا هناك وعدت نفسي إني في كل لحظة من هذه اللحظات، لأني أنا رحت من قبل، فكانت الرحلة جدا سريعة. كنت أروح في زيارة الأربعين من 2 إلى 3 أيام 4 أيام، فأكون مستعجل أروح النجف، أزور كربلاء مع المشاية، أوصل تعبان أنام. كانت الرحلة تكون جدا سريعة. في الرحلة ماني مستشعر كل شيء قاعد أشوفه. كنت أبي أأدي هذه الشعيرة وأخذ الأجر وأرجع. المرة هذه تكلمت مع صاحبي رفيق الرحلة وقلت له خلينا شوي نطول الرحلة علشان نقدر نزور ونقدر. فرتبنا الرحلة جدا، يعني رتبناها بترتيب جدا جميل. خلوني أدخل معكم في بعض المواقف اللي صارت لي في هذه. كنا في أول الأيام كنا نشوف هذه الأشياء، نقول يمكن أشياء جدا طبيعية. بعد فترة تعودنا نشوف الكبار في العمر اللي يجبرك ويقول لك تعال غصب عليك، تعال خذ أكل، اشرب. مع الوقت بدينا نتعود. لكن هذه الرحلة وهذا العشق الحسيني كل سنة نشوف شيء جديد، كل سنة نشوف العجب في هذا العشق. طبعا أنا مهما تعبت وجمعت فلوس أو رتبت أموري ما راح يوم من الأيام أصل إلى العشق الحسيني الحقيقي. لأني وأنا هناك أشوف الناس شلون نايمة في الشارع، شلون نايمة في السيارات، شلون تاكل من خيرات الإمام الحسين من برا. مو مثلنا مرتبين، اليوم ناكل من هنا، لازم نرتب كذا، نختار الفندق القريب. ترى في ناس، أنا طول الرحلة عيلة، هذه أول موقف راح أقوله لكم، عيلة قدام الفندق يوميا ماسكة زاوية معينة تستظل بشجرة، يوميا هذا مكانه، كأنما حاجز هذا المكان. والله العظيم كان قلبي يعورني وطالع. أنا عندي طفل عمر 4 سنوات 5 سنوات، لما أطالع الطفل في نفس العمر وأشوفه هو نايم، والله العظيم مشهد يقطع القلب. وهو نايم يهف عليه، يصحى من النوم يكش الذبان ويرجع شوي ينام ويرجع. يعني أنا في مشهد ظليت تقريبا ما يقارب 3 ساعة أو ربع ساعة أقل أكثر وأنا أراقب العيلة. الدنيا حار، أنا نايم فوق مكيف وسرير وقاعد أتشرط على اللي وياي، قاعد أقول له أنا بالفندق الفلاني خلني لحالي، سوالف مثل كذا. وقاعد أشوف الناس نايمة في الشارع. شنو هالسر يا رب العالمين اللي زرعته داخلنا؟ كل شخص قاعد يسمع هذه القصص، سواء مني ما تعنى من الموالين لأهل البيت أو من العموم من الناس اللي قاعد يسمع، ما راح تشوف هذا العشق وتتعجب إلا إذا رحت. مهما تروح وتحارب هذه الظروف ما راح تشوف هذا العجب إلا لما تشوفه بنفسك. عشق حسيني جنون، ناس تتشابك، ناس تحارب عشان توصل الشباك، حرب. وعين الحسين ترعاهم. كنت يوم عند الشباك، قررت طبعا مع زحمة الناس وجسمي وأنا شوي نوعا ما تحمل، عندي فوبيا من الأماكن الضيقة، من المرتفعات، عندي بلاوي من هالسوالف. فأنا وأنا هناك وأنا قريب من الشباك قررت، قلت اليوم بقوبها مشالخ. شفت اللي جاي داخل الحضرة مسوي كذا، أنا اليوم بحارب، خلاص بكسر اللي بكسر إلا أوصل الشباك. طبعا أنا لي 4 مرات أروح فيها إلى العراق، أروح إلى كربلاء وما أقدر أوصل بسبب زحمة الوقت، وأكون تعبان وهزيل ما أقدر على الزحمة هذه كلها. توني معدل نفسي عشان أبي أدافع، وإذا بشخص مسكني قال لي بشويش. طبعا من الجنسية اللبنانية. قال لي بشويش، أنا ما أعرف أقلد الجنسية اللبنانية عشان أقول لك، بس قال لي بشويش ليه قاعد تسوي كذا؟ قلت له بيوصل الشباك. شلون أوصل الشباك وأقبل؟ أنا لي سنين أجي ما قبلت شباك الإمام الحسين سلام، أبي أقبل الشباك، هذا هو العشق. إحنا لما نروح هناك نحارب. قال لي يمكن أنت، شوف أنا في لحظة من اللحظات عشان تحس بهذه اللحظة لازم يكون عندك استشعار. لما توصل هناك لازم يكون عندك استشعار وتهيئة للنفس. توصل لمرحلة الاستشعار، يعني بداية الدخول في تهيئة النفس، وبعدين تهيئ نفسك تعرف أنت وين. عشان كذا يبتدي أبي أقبل عشان هذا الشعور. تقول لي خلاص سلم على الشباك وامش، زين، السلام عليك يا أبا عبد الله وامش.
انت في حالة تهيئة النفس، ما تقدر لما توصل الى الشباك، تحس لما توصل الشباك كأنك في حضن الامام الحسين. عشان كذا تشوف العشق الحسيني، ان شاء الله احط لكم بعض المشاهد، الناس تحارب عشان توصل. قلت له ايش تبيني اسوي يعني؟ انا ماني قادر. طبعا انتم نسيتوا اني انا قاعد اتكلم عن الموقف. قال لي انت ليش قاعد تسوي؟ ليه كذا بتحارب؟ انت قد يكون، يقول لي الشخص، قد يكون في هذه اللحظة الامام المهدي يقبل الشباك وباسلوبك وبطريقتك هذه تعوره. انا كذا وقفت، ماني قادر اتكلم ولا قادر. قلت له زين شو اسوي؟ قال ما عليك، انا برتب لك الموضوع وبخليك تقبل. ساكت، انا ماني قادر. بحركة معينة وهو صاحبه شفت الشباك قدامي، وشخص تحت يتلقاني كذا من الزوم، يقول لي تعال. كان صوته ولهجة عراقية، يقول لي تعال قبل، احنا طول السنة موجودين. كانت هذه يعني المرة الأولى اللي أقبل فيه شباك الإمام الحسين. قبلت الشباك وقلت له أخيرا أنا أرى في التوفيق هذا رضا من الإمام الحسين أنه قبل. كل سنة لما أروح وما أقدر أقبل الشباك أحس أنه هذا هو مو الإمام الحسين، مو راضي، خلاني أجي بس مو راضي أنه يحضنني. فأنا لما قبلت حسيت أن هنالك هذا هو التوفيق، أني أنا مبسوط. قبلت الشباك، طلعت طبعا لقيت الشخص، ومن علو أخلاق هذا الشخص أني أنا رجعت كلمته، قلت له أنت اللي خليتني أقبل الشباك. ما رد علي. قلت له أنت اللي خليتني أقبل الشباك، كنت أحركه كذا. قال لي نعم أنا اللي قبلت. مسكت يدي أبي أبوسها وسحبها. قال لي ليه يعني مو لهالدرجة؟ قلت له أنت ما تدري أنك حققت لي حلم. 4 سنوات أجي للزيارة ما عمري قبلت، أنا قبلت الشباك. شكرا لهذا الشخص. الموقف الثاني اللي هز مشاعري، طفل يا جماعة، أنا كنت أبي في أحد الليالي كنت أبي أروح أقبل الشباك، فكنت أحس وراء ظهري في حركة بسيطة، وتدري إحنا نخاف أغراضنا وسوالفنا لا تطيح لا كذا. فوأنا هناك لقيت في حركة قاع وراء ظهري وزي يعني دفة بسيطة، فلفيت لقيت طفل صغير قاعد يكلم أبوه شيخ معمم، زين يكلمه يقول له أبي أقبل، وأبوه مؤدب جدا يقول له لا تضايق الزوار، ما له داعي، سلم بس. في ناس عندهم مبادئ، لا تضايق الزوار، جاتك الفرصة لا تتدافع عشان لا تعور أحد بالغلط، يكون حريص. وهذا الشيخ حريص، فكان يدافع بشكل بسيط. شفت في عيون هذا الطفل إنه هو الهان، إنه يبي حال الناس يقبل الشباك، وصل إلى قلبه العشق الحسيني. قلت خليني، لفيت على الشيخ قلت له خليه يقبل. قال لا يزاحم الناس ويزاحم الزوار. قلت له أنا أرفعه فوق. قال لي لا. قلت له خله. سمعني واحد شاب نفس الشيء، حساوي من أهالينا، نعرف بعض إحنا، جو وياي وكذا بدون ما نشاور الشيخ، وخذناه وحذفناه على الشباك. قام يقبل. أنا قمت أطالع أقول يا الله، شنو روحك يا أبا عبد الله اللي زرعتها داخل قلوب حتى الأطفال، يقبل في الشباك. فيقول لي الشيخ خلاص خله ينزل. قمت أنا عاد أضفت شوي أبي أعور، لأن شفت عيونه بدت فيها الدمعة خلاص بتنزل. قلت خلني أخليه يستشعر، يدخل في الأجواء الحسينية الشيخ. فايش سويت يا جماعة؟ قلت له خليه يشفي غليله، خليه يقبل. أنا مجرد ما قلت كأني دفيته بس، قام يبكي الشيخ بكاء. دخولي في هذه القصة وفي هذا السيناريو كانت قصة جدا مؤثرة، والموقف هذا موقف الطفل، موقف الشيخ. طبعا المواقف كثيرة، أنا ما أبي أطول عليكم، لكن أشياء كثيرة في رحلة 40 بالذات، رحلة الإمام الحسين ورحلة عاشوراء. خلوني من بعض الأشياء اللي عجبتني وشفتها وأنا في كربلاء. هذا المسن يسقي الناس، من علامات قبول العمل. أشياء كثيرة في الحياة نسوي لها حسابات معينة، أنا أبي أدرس، أبي أسوي، أبي كذا، أبي أرتب، أبي أبني، ولا تصير. وفي أشياء إذا تربطها بالله عز وجل تلقى منها التوفيق والعلو. الله يعليك، أنت ما يحتاج، أنت خليك مع رب العالمين. ورب العالمين يا جماعة إذا شفتوا عرق، ترى أنا قاعد في أجواء حارة علشان المايك ما يلقط صوت المكيف، فدعواتكم بالتوفيق.
المهم نكمل كلامنا. الشيء هذا المسن سوى شغلة بسيطة، ما عنده شيء، بس جالس يخدم الإمام الحسين يسقي. ومعكم هذا المشهد، هذا هو الرجال يسقي المارة الماء، ما عنده أي حاجة، لا مضيف كبير، لا رز، لا لحم، لا تمن على قولة مثل ما يقولون إخواننا العراقيين، ما عنده شيء، يسقي بس، قاعد يسقي. سبحان الله. المقاطع انتشرت وشافوها الناس ووصلت إلى العتبة العباسية. الإمام الحسين شرف هذا الشخص عن طريق عباس، أهدوه راية الإمام العباس واستضافوه في الحضرة العباسية. هذا المشهد الأول. المشهد الثاني اللي شد الكثير من الناس، وهذا المقطع يمكن في الكثير شافوا، المرأة الزينبية، الستر الزينبي. شوفوا هذا المشهد، هذا الستر الزينبي، هذا الشخص أكثر تعليق، هذه المرأة أكثر تعليق، وكأنما ذكرتهم بالحوراء زينب سلام الله عليه في رحلتها، في رحلتها إلى كربلاء أو في رحلتها في العودة. لأن أنت ممكن تشوف على ثيابها هذه تربة الإمام الحسين. إحنا من بعد اللي صار لأهل البيت يمكن أحد يستغرب يقول هذا إيش فيه معفر نفسه بالطين أو معفر، هذه التربة الحسينية. إحنا ما في عز من بعد الإمام الحسين سلام الله عليه واللي صار لهم، فإحنا في هذه الأيام نعفر أنفسنا بتربة الإمام الحسين، نستشعر ذلك إنه ما في عز من بعد الإمام الحسين. فإحنا نجي، فالمرأة هذه تحط شيء من الطين، التربة الحسينية. فكان هذا المشهد كأنما نقلت صورة الحوراء زينب، حتى استضافوها، أنا شفت لها مقابلة يعني. ما أبي أطول عليكم يا جماعة، بس هذه المشاهد حبيت أذكرها لكم. خلوني أقول لكم الفقرة الجدا جميلة اللي أضافوها الرواديد هذه السنة والسنة اللي طافت. السنة اللي طافت كانت بداية وتكملة هذه المسيرة في هذه السنة. دائما الإضافات، في بعض الإضافات ما أنكر سلبية وما حبيت أني أنا أذكرها، وليس من الصحيح، لست أنا الشخص المؤهل أن أنا أذكر أو أتكلم، فحبيت أذكر بعض الأشياء، وهو شنو؟ ترند الآهات الحسينية. خلوني نستعرض وياكم أول رادود في الآهات الحسينية، جدا جميلة، تستشعر بهذا اللحن الحسيني، تصل إلى مرحلة روحانية. أتحدى شخص يتذوق العشق الحسيني إنه ما يوصل لما يسمع هذا اللحن أو سمعه، إنه ما يوصل إلى مرحلة كأنما يوصل إلى كربلاء. خلونا نشوف أول آهات من الترند الحسيني. حسين 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 الموفق عبد الرحمن الفضلي. وفي نهاية الحلقة لا تنسى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات وتسوي شير. هذا سنابي الأوهاب انك انت تتابع يومياتي. اسأل الله لي ولكم القبول، والله يوفقكم الى زيارة ال40. اخوكم العنقباري يحبكم. سلام عليكم.